لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من اللقاء اللي كيجمع بين فريقي اتحاد تورقه وفريق الرجاء الرياضي البيضاوي. جوله اولى انتهت بالتعادل السلبي 0-2 بين الفريقين. تابعنا فرص للتسجيل سواء لفائده فريق الرجاء اللي حاول الوصول لمرمى الحارس عبد الرحمن الحواصي من خلال العديد المحاولات اللي عرفت ما تدخل الدفاع وكذلك الحارس عبد الرحمن الحواصي. في الوقت اتحاد تورقه اعتمد على المرتدات الهجوميه واللي شكلت كذلك خطوره على دفاع فريق الرجاء. وتابعنا ابرز فرصه هناك تغطيه الحكم كيعلن على خطا لفائده المدافع ايمن ديراني للاعب المهدي مبارك اسماعيل. مواصله اللقاء تابعت الكره طويله اقرب للحارس انس ديتي. كانت فرصه لفائده فريق الرجاء. تمرير جاء فرصه دخول داخل منطقه الجزاء امكانيه التمرير تدخل وابعاد الكره. ابعاد الكره في الوقت اللي الحكم المساعد كيرفع الرايه. كانت فرصه لفائده فريق الرجاء. اللاعبين هذه فرصه فوق المرمى. توفيق بن طيب ولكن كان هناك وضعيه تسلل. اول تهديد صريح من فريق اتحاد تورقه داخل منطقه الجزاء. نتابع من جديد اليمنى امكانيه العرضيه ترفع الكره داخل منطقه الجزاء. فرصه خروج الحارس انس ديتي. كانت فرصه بولكسوت لمروان زيلا. فرصه للرجاء. الكره كانت هذه فرصه داخل منطقه الجزاء. حكم مساعد رفع الرايه. ثاني كره خرجت وتجاوزت خط المرمى. ضربت مرمى. الفريق كما قلت الوحيد اللي بدون هزيمه وكذلك ثاني اقوى هجوم عند الجيش الملكي وباقوى دفاع الى جانب النهضه البركانيه. نفذت من يوسف العمري في القائم الاول. تدخل الحكم كان خطا لفائده ترجع كره مره اخرى على مستوى الدفاع ديال فريق الرجاء. توفيق يرفع الكره داخل منطقه الجزاء. فرصه تدخل وابعاد الكره طرف اسماعيل مقدم والحكم المساعد رفع الرايه. حكم العدم اللي يرفع الكره داخل منطقه الجزاء. تدخل ضمن الخطوره واعاده الكره من طرف ايمن مريد للحارس عبد الرحمن الحواصي. كانت فرصه ومحاوله لفائده فريق الرجاء. تم الكره عدم النفاذ على مستوى الجهه اليمنى. عدم النفاذ تمريره عرضيه ولكن فقط لإلياس الحداد لاعب يوسف العمري. تاع الكره لمحمد زريده. امامنا لاعب بافاتي ادم نفاتي. تمريره داخل منطقه الجزاء. توفيق بن طيب امام ثلاثه ديال اللاعبين. كيمر فرصه احناش ثنائيه بين اللاعبين مره اخرى. انس الضوء على مستوى الجهه اليمنى داخل منطقه الجزاء. تسديده مشات فوق المرمى. يعني تابعنا مرتد هجومي نوف العزلول على مستوى الجهه اليمنى. زروني دخول داخل منطقه الجزاء يمرر ولكن ما كانش هناك مكمل العمليات. كره فقط بن طيب. خروج الحارس انس زنيتي امام توفيق بن طيب. كانت فرصه لفائده فريق اتحاد الجهه اليسرى في اتجاه لاعب انس نناح ولكن العوده ديال محمد بولكسوت. انس زنيتي عبد الله خفيفي القسم الاول الدوري الاحترافي. تعود المحاوله لفائده فريق الرجاء. كره خارج عرض الملعب. الحكم كيقول ضربه مرمى لفائده فريق اتحاد تورقه. هناك احتجاج من نوف العزروني وكذلك سامي كاع سميتري واورلاندو بيريز الجنوب الافريقي. اخر فريق دربو زيمبابوي كان هو لوكوموتيف موسكو. 15 مباراه كنحقق على اسس صحيحه. كيتقادوا العديد من المحاوله. الجهه اليمنى زريده تمريره في اتجاه اللاعب بولكسوت والكره بالزاويه. لفائده فريق الرجاء هي الثالثه. محمد حاول كل فريق ان يستثمرها. لعبت كره دائريه البحث عن راسيه. فرصه مرات جانبا. تسديده لاسماعيل مقدم مرات جانبا من القائم الايمن. فرصه لفائده فرصه الهدف. تدخل انس زيتي دائما محاوله وابعاد الكره من خط المرمى من طرف لاعب المدافع عبد الله خفيفي. كانت فرصه ومحاوله لاتحاد الزروني المراوغه دخول داخل منطقه الجزاء. نوفل الزروني دائما حتى الكره. الحكم قرب العمليه. المطالبه كيمر عند اللاعب نوفل الزروني. حتى الكره لزريده. تسديده مشات جانبا. ما كانتش تسديده قويه ديال محمد زريده. تضيع هذه الفرصه وغاد دخول داخل منطقه الجزاء. هذه فرصه بولكسوت حتى الكره كيمر فرصه وتضيع
فرصة أخرى تضيع أمام المرمى. محمد بولكسوت عمل كبير اللي قام به، دخول داخل منطقة جزاء يمرر، ولكن نوف العزروني بحث على ضربة مقاس أو ضربة نصف هوائية. نتابع بولكسوت في مباراته عشية اليوم أمام نهضة اتلتيك بابرا، هدف اللي كيخلي أنه الآن يصبح لوحده في الرتبة الأولى. فرصة دخول داخل منطقة جزاء، تمريرة وتدخل الدفاع اللي كيبعد الكرة دائما. محاولة في فريق الرجاء، رفعت الكرة في القائم الثاني، تصل لمحروني نوف العزروني، شادي منه في العزروني يسدد فرصة، كرة ارتطمت بالقائم وتعود للحارس عبد الرحمن الحواصلي. الكل اعتقد بان الكره في الشباك، تسديده قويه ارضيه ترتطم بالقائم، هو ممتازه لادم نفاذ الفرصه لفائده فريق الرجاء. تدخل الحكم كيقول يواصل طويله وفترت لتوفيق بن طيب، رفع الكره، فرصه عند انس الضو، يسدد كره تمر جانبا، كانت ممتازه من الجهه اليمنى لانس الضو اللي كان داخل منطقه الجزاء، ولكن لاحظوا توفيق بن طيب والطريقه باش الجهه اليمنى. زريده لمحمد بولكسوت رفع الكره، دي فرصه بحث على القائم الثاني، خصوصا لو كان تواجد مروان عزيله. يسري بوزوق، تمرير لصابر بوغرين، تسديده مشات فوق المرمى. صابر بوغرين اول لمسه، تسديده قويه ولكن مشات فوق المرمى في الوقت اللي دخول يسري بوزوق وصابر بوغرين. تبعد المحاوله من الجهه اليمنى، امكانيه تمرير الحكم المساعد رافع الرايه. الحكم المساعد رافع الرايه يا بديل مهدي مهوب سبب اعترض التسديده ولكن بعيده. الحكم يقول هناك لمسه محمد بولكسوت تسديده مشات فوق المرمى ممتازه. محاوله لفائده فريق الرجاء، تسديده ديال محمد بولكسوت، والتسديد كذلك كيبقى حل. توفيق بن طيب، فرصه انفراد مع الحارس انس زنيتي الذي يتدخل. الحارس انس زنيتي يتدخل امام توفيق بن طيب. نقول بانه اللمسه الاخيره ديال توفيق بن طيب كان بامكانها تخليه يعني اقرب للمرمى. اعتقد انس الضو في التمرير، لان كان تقدم ديال الحارس انس زنيتي وتضيع هذا الفوز. بوغرين كيلعب الكره دائريه داخل منطقه الجزاء الراسيه، تدخل وابعاد الكره. كان نوفل عند اللاعب صابر بوغرين داخل منطقه الجزاء، فرصه ومرت جانبا. فرصه ومحاوله لفائده فريق الرجاء بواسطه صابر بوغرين. طريقه التسديد كانت مشات الكره عند ادم النفاتي، تسديده ولكن بعيده لامام يعني الصوره المغربيه. دي فرصه دخول داخل منطقه الجزاء، فرصه والهدف. الحكم المساعد رفع الرايه، الحكم المساعد رافع الرايه. هدف اللي وقعوه توفيق بن طيب، اكيد بانه غادي يكون كان تدخل كذلك جيد ديال ايمن الديراني. هذه فرصه تسديده مباشره وتدخل الحارس عبد الرحمن الحواصلي. كانت تسديده ديال اللاعب التنفيذ الزروني، يرفع الكره، فرصه وكره تمر امام لاعبين.